بسم الله الرحمن الرحيم. اتصلت علي إحداهن تقول: نحن في خطر، نريد أن نعف أنفسنا بالزواج، ادعوا لي يا شيخ. قلت: عسى الله أن ييسر الأمور. اتصلت علي بعد حين باكية قائلة: تقدم لي حافظ للقرآن ذو خلق وأدب عظيم يشهد له القاصي والداني، رده أبي قائلا: أنا لا أعطي هذا، اقطع الأحلام، والله لأزوجنك إلى قاطع طريق وشارب خمر ولا أزوجك لحافظ القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون انصحوا أبي يرد الخطاب عني، وأنا والله في خطر عظيم. كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب فردهم أبي: أريدها أن تكمل تعليمها، تخرجت، أريدها أن تكمل الوظيفة. ولا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقولون عني، حرام عليه، بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم. حتى بلغت 40 فجاءته الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد من ساعات الاحتضار. في تلك اللحظة تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، مظلوم، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قالت: سويحباتي أمها وجدات وأنا بين الجدران الأربعة، والله لن أسامحك، مت غير مغفورا لك، يا الله، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك، وإذا وقفت أنا أمام الله فسأخاصمك أمام الله، حرمتني حقا من حقوقي. طول الهموم تطول الليالي، وتعيا الأماني ورود المحال، وعصف الشعور يدر الدموعا، ويدعو أوار الأسى لاشتعال. أعذار واهية، تعتذر البيوت من صغر الفتيات، أعذار، أريدها أن تكمل التعليم، أعذار، والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياة لقالت لأبيها: أريد الزواج، أن أمنيتها رجل صالح وبيت صغير تأوي إلى ذلك الرجل ويأوي إليها. أردت ارتياد الحياة بزوج مهيض الجناح صدوق الفضال، يفيض علي بعطف وحب ويؤوي بي. زوج الشباب. ما الضابط للرجل حين يتقدم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يتقدم الشاب اليوم فلا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه، يقال له: ابن من وممن وما هي وظيفته، ووضعنا الدين في آخر الدرجات. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. زوج الشباب. غلاء المهور آلاف مؤلفة، من أين للشباب مئات الآلاف من الريالات؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا ونحن السبب دفعناهم إليه. حرام عليكم، أعينوا الشباب، أعينوا، ساعدوا الشباب، زوجوه، احفظوا الفتيات. الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في كل مكان، على أبواب المساجد، المزابل والقمامات. أعراضنا تنتهك، شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم، وفتياتنا في الأسواق كاسيات عاريات. يسروا أمور الزواج، يسروا أمور الزواج. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم زوج الشباب لفضيلة الشيخ خالد الراشد. اللهم من يسر على الشباب فيسر عليه، ومن عسر عليهم فرده إلى الحق يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، جريمة الزنا من أعظم الجرائم وأبشعها وأفظعها. ضررها معلوم، تنتهك بالزنا الأعراض وتضيع به الأنساب، تنتشر الأمراض التي ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. والقاعدة الشرعية تقول إن الله إذا حرم شيئا حرم كل الأشياء الموصلة إليه، فسد الله أبواب الزنا، بل قال لا تقربوا الزنا، وأوجب عليه أشد العقوبات. حرم الله الاختلاط، وحرم الخلوة بالمرأة، وحرم السفر بدون محرم، وحرم التبرج والسفور، بل حرم النظر إلى ما لا يرضي الله جل في علاه. وزيادة على هذا كله شرع أشد العقوبات على من يرتكب هذه الجريمة العظيمة، الرجم حتى الموت. لأن الجريمة بشعة، كان تطبيق الحد من أبشع الطرق، الرجم حتى الموت. مما لا يختلف فيه أن الرجل بحاجة إلى المرأة، وأن المرأة بحاجة إلى الرجل. فطرة الرجل تسدها المرأة، وفطرة المرأة يسدها الرجل. غريزة موجودة في الذكور وفي الإناث. إن لم تسد هذه الغريزة بما شرع الله، سيلجأ الناس وضعاف الإيمان إلى سدها بالحرام. من أجل ذلك شرع الله الزواج حين حرم الزنا وسد الأبواب الموصلة إليه. شرع الله الزواج، فهو سنة الأنبياء وسبيل المؤمنين، واستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم، بارك الله فيك. فشرع الله الزواج لتلبية الحاجة في نفوس الرجال وفي نفوس النساء. فلا خلاف على مشروعية الزواج وعلى فضل الزواج، بل نهى الله عن العضل الذي هو منع المرأة وحبسها عن الزواج. فقال الله: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقدس الله وعظم ذلك العقد بين الرجل والمرأة، وسماه الله ميثاقا غليظا لعظم شأنه وحرمته عند الله جل في علاه. فقال سبحانه: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولأهمية الزواج أيضا قدمه كثير من المحدثين والفقهاء على الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى الرجال، ولا سبيل لإيجاد الرجال إلا عن طريق الزواج. ومن فوائد الزواج ومحاسن الزواج أنه من أسباب الغنى وسد الفقر، كما قال الله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بالزواج يحفظ النسل، تصان الفروج، تحفظ الأعراض، ويحصل الإحصان، ويأمن المجتمع من جريمة الزنا. عباد الله، معدلات الزنا في ارتفاع، معدلات الزنا في المجتمع في ارتفاع يوما بعد يوم. ولقد اطلعت على تقارير الهيئات وضبط للمشاكل والخلوات، أكثرها فتيات وشبان
في شقق وفي سيارات. اذهب إلى المجمعات سترى آلاف مؤلفة من الفتيان والفتيات في أبهى حلة وأحسن زينة. ماذا يريد هؤلاء؟ ولماذا خرجوا أصلا؟ بحثا عن إشباع الغرائز. لماذا ارتفع الزنا؟ ولماذا زادت معدلاته؟ اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله. قبل أن أذكر لك الأسباب، اسمع عن نسبة أولاد السفاح في المنطقة الشرقية في العام الماضي فقط. في العام 1424 عدد أولاد السفاح الذين وجدوا على أبواب المساجد وفي المزابل والقمامات 48 طفل. 48 طفل. ما ذنب هؤلاء؟ يقول أحدهم: خرج أبي لصلاة الفجر، في طريقه إذا هو يسمع صياح طفل صغير يأتي من مكان ما. ارتفع صياحه وبحث أبي عن مصدر الصوت، فإذا هو في القمامة، فإذا بطفل صغير في القمامة قد لف بقطعة قماش ورمي هناك. ما ذنب هذا الصغير؟ ومن أين أتى؟ أقول إنها جريمة الزنا، الجريمة الشنيعة التي شرع الله أشنع العقوبات لمرتكبيها من الرجال والنساء. لماذا ارتفعت المعدلات؟ ولماذا يحدث في مجتمعنا الذي يحرص على الفضيلة مثل هذا؟ أقول: إثارة الغرائز في كل مكان، إثارة الغرائز في كل مكان. في البيوت شاشات وقنوات ومجلات وأغاني ماجنات. في دراسة أجريت على أكثر من 500 فيلم تعرض على هذه الشاشات والقنوات، تبين أن 70% من موادها إثارة جنسية ودعوة إلى الجريمة والسرقة ومفاسد الأخلاق. كيف لا يتأثر البنين والبنات بمثل هذا؟ إن خرجنا إلى الشارع نساء كاسيات عاريات في كل الطرقات. أين نذهب إذن؟ وأين يفر الشباب من الفتن؟ شاشات وقنوات ملئت بها البيوت، يشاهدها الصغير والكبير بلا حياء وبلا رقيب ولا حسيب. أغاني صباح ومساء تدعو إلى مثل هذه الأمور. ثم والأطم والأعظم، عطل الزواج، عطل الزواج وبأعذار واهية. فتارة يقول الأب: ابنتي صغيرة. تارة يقول الأب: ابنتي صغيرة. والله الذي لا إله إلا هو، اللاتي ضبطن في الخلوات أعمارهن في 15 و16. والله أعمارهن لم تتجاوز 20. أي صغيرات؟ والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياء لقالت لأبيها أن أمنيتها رجل صالح وبيت صغير، تأوي إلى ذلك الرجل ويأوي إليها. اتصلت إحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة: انصحوا أبي، انصحوا أبي، يرد الخطاب عني وأنا والله في خطر عظيم. انصحوا أبي فأنا والله على خطر عظيم. تعتذر البيوت بصغر الفتيات. تناسى هؤلاء أن أم المؤمنين عائشة تزوجت وهي ابنة 9 سنوات. من الأعذار الواهية أريدها أن تكمل التعليم. أقول: وهل التعليم أهم من الزواج؟ ولسنا ضد التعليم أصلا. ما المانع أنها تتزوج وتكمل تعليمها؟ أمهات الجيل الماضي لا يقرأن ولا يكتبن، وخرجنا أجيالا من أحسن الأجيال.
ما ضرهن والله أنهن لا يقرأن ولا يكتبن. تقول إحداهن: كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب فردهم أبي، ردهم بداعي أريدها أن تكمل تعليمها. تخرجت، قال أريدها أن تكمل الوظيفة، ولا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقلون عني وهو يردهم بأوهى الأعذار، بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم. حتى بلغت 40، حتى بلغت 40 من العمر، فجاءته الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد منا، ساعات الاحتضار، حينها يتذكر الإنسان ما قدم وما أخر. في تلك اللحظة تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قالت: والله لن أسامحك، والله لن أسامحك. صويحباتي أمهات وجدات وأنا بين الجدران ال4، والله لن أسامحك، مت غير مغفورا لك، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك، وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله فسأخاصمك أمام الله، حرمتني حقا من حقوقي. والله الذي لا إله إلا هو أعرف بيتا من بيوت المسلمين فيه 7 فتيات تجاوزت أعمارهن 30 ولا زال يرد الخطاب طمعا وجشعا وظلما وعدوانا، تارة صغيرة وتارة أريد منها أن تكمل التعليم. أي تعليم هذا؟ ثم من أعظم الأسباب الجاهلية التي تفشت بين الناس اليوم، بين حضر وبدو وقبلية. هذا لا يزوج فلان وهذا لا يقبل فلان. إنها الجاهلية بأم عينها، هذه الجاهلية بأم عينها. فالميزان عند الله أكرم. اتصلت علي إحداهن طالبة في أول سنوات الكلية، تقول: نحن في خطر. تكلموا عن الخطر الذي يهددنا، الإباحية في كل مكان، نريد أن نعف أنفسنا بالزواج، ادعوا لي يا شيخ. قلت: عسى الله أن ييسر الأمور. اتصلت علي بعد حين باكية قائلة: تقدم لي حافظ للقرآن، حافظ لآيات الله وكلام الله، ذو خلق وأدب عظيم، يشهد له القاصي والداني. رده أبي قائلا: أنا من قبيلة كذا وكذا، وأنا لا أعطي هذا، بل قال لها: اقطعي الأحلام، والله لأعطينك لقاطع طريق شارب خمر ولا أعطيك لهذا، والله لأزوجنك إلى قاطع طريق وشارب خمر ولا أزوجك لحافظ القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إن الله وضع ميزان، هو ميزان التقوى وهو ميزان التفاضل بين الناس. الناس عند الله سواسية، فلماذا نرد فلان ونرد فلان؟ ما الضابط للرجل حين يتقدم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يتقدم الشاب اليوم فلا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه، يقال له: ابن من وممن وما هي وظيفتك؟ ووضعنا الدين في آخر الدرجات. إلا تفعلوا تكن فتنة